في لحظة الدنيا فاجأتك وهدتك وقست قلبك وخلتك واحد تاني متعرفوش. عزيزي، اتعلم ترمي ورا ظهرك المشاكل والظروف والضغوط. ارمي ورا ظهرك الناس اللي بتتكلم عنك، ارمي ورا ظهرك الحاجات اللي مخلياك واقف مكانك، علشان ببساطة كل الحاجات دي بتضعفك وبتقلل منك. انت محتاج ترمي ورا ظهرك علشان تقدر تعدي وتقف من جديد. مش معنى انك ترمي ورا ظهرك انك تسيب المشاكل وتكبر دماغك او تكون انسان سلبي ملكش لازمة، لا اكيد. المطلوب منك انك تركز في نجاح قريب منك، حتى لو كان النجاح بسيط في حاجة تافهة. عارفة الموضوع صعب جدا، وخصوصا في الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. صدقني انت مش هتعرف تعدي وتقف على رجليك غير لما تنجح. لازم تكون شخصية قوية، مش بالصوت ولا مد الايد ولا بالألفاظ، لا خالص. معنى انك تكون شخصية قوية هو انك تقرر تكون نسخة مختلفة عن النسخة اللي مش عارفة ترمي ورا ظهرها. علشان كده مهما كان الوجع اللي جواك ومهما كانت الضغوط اللي حواليك، ارمي ورا ظهرك رمي مؤقت لحد ما تعدي وتقدر تتجاوز كل الكركبة اللي جواك. لو عملت كده أنا واثقة إنك بعد وقت هتلاقي نفسك مش بترمي ورا ظهرك وبس، ده انت هتدوس تحت رجليك كل اللي بيوجعك وهتكمل لقدام وهتنجح. وده أكبر تحدي لنفسك ولكل حاجة بتكسرك.